سلام. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم، التقاعد أو لا غوتريت في القطاع الخاص، ونفرقوا بين جوج ديال الحالات. الحالة الأولى هي التقاعد العادي. القاعدة العامة حسب مدونة الشغل واضحة بزاف. أي أجير وصل سن 60 عام خاصو إجباريا يتحال على التقاعد. هذه ماشي اختيار ديال المشغل. القانون كيقول إلي مي على غوتريت، يعني الملف ديالو كيدوز مباشرة لا CNSS باش يبدا ياخذ المعاش ديالو. هذه هي القاعدة. الحالة الثانية هي الإجراء الاستثنائي لتمديد العقد. هذه ماشي قاعدة، هذه اون اكسبسيون نادرة جدا باش الواحد يكمل الخدمة من بعد 60 عام. هذا التمديد ما كيدارش عشوائيا، عنده 3 ديال الشروط ضرورية ومجتمعة. أولا خاص يكون طلب من المشغل، ثانيا خاص تكون موافقة كتابية من الأجير نفسه، ثالثا وهو الشرط الأهم خاص تكون رخصة خاصة من وزارة الشغل. إلا ما كانوش هاد الشروط بثلاثة، أي واحد بقى خدام من بعد 60 عام فالوضعية ديالو ديال المشغل كتولي غير قانونية، وهذا الشيء كيخلق مشاكل مع لا CNSS اللي ممكن توقف ليه المعاش. إذا باش نفرقوا بيناتهم، التقاعد عند 60 عام هو القاعدة الإجبارية، أما التمديد فهو استثناء نادر جدا كيحتاج مسطرة خاصة ورخصة من الوزارة. وللحالات اللي كتطلب استشارة خاصة ومعمقة، يمكن لكم تلتحقوا بالفضاء الاستشاري الخاص ديالنا، فين الخبراء كيجاوبوا على جميع أسئلتكم. يكفي تخليو تعليق بكلمة next أو تواصلوا معنا مباشرة في الخاص عبر رسالة، والفريق ديالنا غادي يتواصل معكم. كنتمنوا لكم مسار مهني موفق وتبارك الله عليكم.